من حقك انك تعتذر عن المسرحيه، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك. بص هقول لك على حاجه، الفن فعلا عمره ما كان عيب، الفن يعني قيمه ورساله، حتى لو رسالته دي كانت هي المتعه وبس. وبالمناسبه الجمله دي كان بيومي فؤاد هو وزمايله من فنانين الكوميديا بيقولوها لنا، ان الضحك من اجل الضحك وانك تبسط الناس من غير اي فايده دي رساله، واهم رساله كمان. وتصدق فعلا هم عندهم حق، بس هو للاسف الفنانين اللي من نوعيه استاذ بيومي فؤاد اللي بالنسبه له الفن والتمثيل هو انه بيصحى من النوم يشوف عنده كام اوردر وكام دور وكام فيلم وكام مسلسل هيصوره النهارده، لدرجه انه على اساس كلامه هو انه ساعات كان بينسى ويروح اوردرات بالغلط من كتر ما هو ما كانش مركز. النوع ده بقى الفن بالنسبه له لا هو رساله ولا هو شغف ولا اي حاجه من الكلام الكبير ده. الفن بالنسبه له وظيفه تجيب له فلوس على شويه شهره على شويه ناس بيحبوه، وعلى فكره الشويه دول ممكن يبقوا كتير عادي، والناس اللي بتحبه دي يبدا عددها يزيد فيحس انه مهم جدا. وساعتها هنيجي للمرحله اللي بعدها، انه ينسى ان اللي وصله اللي هو فيه ده هو الجمهور اللي حس ان الممثل ده شبههم وبيقول كلامهم، والجمهور يفضل يحدف عليه كم من الحب مش طبيعي لدرجه ان هو نفسه كان مستغرب هي الناس بتحبني كل الحب ده ليه؟ هو نفسه عارف من جواه انه ما عندوش اللي يستاهل عليه الحب ده كله. ده في ناس كانت بتكتب له في التعليقات انا نفسي تبقى ابويا، وتعليقات بقى كتير من النوع ده. وساعتها هتيجي المرحله اللي بعدها وهو انه يصدق نفسه انه جامد ومفيش منه اتنين، وانه اي حاجه هيقولها الناس هتحبه وتصدقه عادي. بس للاسف الجمهور عنده قرون استشعار حساسه جدا، اول ما يحس ان النجم اللي بيحبه بيخرف او بيغير اتجاهه يبدا يزوم عليه لانه قطع خيط التشابه اللي بينه وبينهم. الفنان في الاول ما بيبقاش فاهم اللي بيحصل وبيفضل فتره يلوش ويقول كلام عكس بعض من تاثير صدمه الهجوم عليه، وبعدين نوصل لمرحله تانية خالص بقى ان الفنان يحاول يفرض رايه على الجمهور ويقول لهم انا كده بقى اذا كان عاجبكم، ولو الجمهور قال له لا غلط اللي بتعمله ده يحاول بقى يبرر ويقول كلام سمعه من ناس زمايله حصل لهم موقف مشابه لده، ويقول بقى انتوا بتكرهوا الفن ولا ايه، ده احنا عايشين في زمن الجاهليه ولا ايه، وكلام بقى من النوع ده. المقصود من الكلام اللي انا بقوله ده ان المشكله مش في بيومي ولا اللي في زي بيومي، حتى بعض الجمهور اللي عندهم تطرف في حب الفنانين ممكن يوصلوا الفنان نفسه للحاله دي، بس برضه ده مش معناه ان المشكله عندنا احنا، لا، لان الفنانين اللي من النوعيه دي هم اللي بيتغيروا مع الوقت، وحتى لما بياخدوا بالهم انهم غلط ما بيرجعوش عن الغلط ده. بس انا شايف اننا لازم نعذر بيومي فؤاد، والله اتحط في مكان مش مكانه ولا يصلح ليه اصلا. يا جماعه في ممثلين كتير راحوا موسم الرياض ومحدش جاب سيرتهم ولا اتكلم عنهم خالص، بس الناس هاجمت بيومي فؤاد بالذات لانه قرر بجهله الاخلاقي والفني انه يطلع يعمل فيها بطل وصاحب رساله ويوجب مع محمد انور اللي الدنيا قايمه عليه. وده مش بس عشان هو بيحب محمد انور، ده عشان زيه بالظبط ومزنوق نفس الزنقه، وبالمره عشان يكسب رضا القائمين على الموسم. بس للاسف هو اختار يعمل كده مع فنان من الفنانين اللي بجد، والفنان اللي بجد هو اللي بيكون مهموم بهموم الناس. محمد سلام فنان لسه ما اتغيرش ولسه بيمثل الناس مش بيمثل عليهم زي بيومي واللي زيه، فنان عنده دم وقرر يعبر عن رايه اللي شبه راي الناس، وقرر يقول كلام من قلبه وهو عارف كويس ان الكلام ده ممكن يأذيه في شغله، بس هو ما قدرش. محمد سلام ما قدرش يبقى بيومي ولا قدر يبقى انور، وادام انت مش زينا يبقى تعالى بقى انت ضد الفن ياض وارهابي، يلا يخرب بيت اللي عملكوا فنانين. محمد سلام ما قالش انه ضد الفن على فكره، واي حد ضد الفن يبقى فعلا حمار، والفن فعلا قيمته كبيره قوي. كل اللي قاله محمد سلام انه مش قادر يطلع يهزر ويضحك ويعمل استعراضات وفي ناس بتموت. سلام شايف ان لكل مقام مقال، وانه لو هقدم فن دلوقتي يبقى الفن على مستوى الاحداث ومناسب ليها، وهو ده كل اللي قاله سلام. بيومي رد عليه بقى عشان هو فنان وعنده رساله يعني وكده، وقال للجمهور اللي هناك والله العظيم احنا ما جايين نضحك، احنا جايين نقدم فن. استاذ بيومي فؤاد يا عيني ما يعرفش ان الاضحاك نوع من انواع الفن، ما يعرفش ان الفنانين العظماء اللي هو قال اسمهم كانوا بيقدموا النوع ده من الفن. بيومي فؤاد اول ما اتضغط عليه طلع اللي جواه واستحقر شغله هو نفسه، ونسي لما قال ان الضحك من اجل الضحك بس ده اهم رساله. بيومي حافظ مش فاهم يا جماعه، وللاسف في ناس زيه كتير حافظه ومش فاهمه. انا متاكد ان معظم الناس فاهمه اللي انا بقوله ده، وعارفه مين اللي بيقول كلام بسيط ومن قلبه بجد، ومين اللي دايما بيدعي البطوله والكفاح. وبما اننا برنامج فني فانا عايز اقول رساله لكل الفنانين، الناس كلها عارفه كل واحد فيكم تمامه ايه واخره فين، ومين حقيقي ومين مزيف. الناس بس طيبه، واي حد بيقول لهم كلمتين حلوين بيحس ان هو منهم وبيعشقوه وبيبلعوا له الزلط كمان. بس ده مش معناه انهم مغفلين، لا، ده انت لو زودتها الزلط اللي هم بلعوه لك ده هيحدفوك بيه، ومن غير اي اتفاق كده كلهم هيقلبوا عليه. فلو حد فكر بالطريقه دي يبقى هو اللي مغفل. بالاخر كده الناس عارفه مين بيومي ومين سلام. سلام.